مسلسل سكويد جيم الموسم الثالث هو اخر موسم في المسلسل الكوري، لكن ظهور كيت بلانشيت في اخر الحلقة السادسة وهي بتلعب نفس اللعبة يؤكد ان المسلسل هيتعمل منه نسخة جديدة امريكي. والموسم ده بقى فيه كمية نكد وكأن حياتنا ما كانش فيها نكد، هتعيط عياط. بس انا اكتر حد صعب عليا الواد فتحي وخالتي ام فتحي، وان المسلسل ينزل الساعة 9 الصبح على نتفليكس بعدها بساعتين الاقي كل الناس بتتكلم في احداثه. ده معناه ان الاقبال على سيما وبس وايجي بيست وسيما فور يو كان تاريخي. مسلسل سكويد جيم او لعبة الحبار اتعرض منه الموسم الاول سنة 2021 والموسم الثاني في ديسمبر 2024، الموسم الثالث والاخير في يونيو 2025. على عكس كل فيديوهات التقييمات اللي بعملها مش هبدأ معاكم اقول لكم المسلسل بطولة مين، انا اكيد مش هقول لكم المسلسل بطولة سيكا بانتو، فهنخش على طول في القصة. افكركم ان الموسم الثاني انتهى بطل سونج حاول يمنع اللعبة وبيتمرد على القائمين على اللعبة بمساعدة بعض اللاعبين وتحديدا شخصية المزدوج، لكن بتنتهي ناس كتير جدا منهم بيموتوا بيفشلوا ومش عارفين سونج عايش ولا ميت. يبدا بقى الموسم الثالث سونج عايش يرجع يكمل اللعبه واللعبه هتكمل زي ما هي، وخالتي ام فتحي بتديله قرص علشان يقوت نفسه استعدادا للعبه، واكيد دي حاجه كانت متوقعه طالما في جزء ثالث يبقى اكيد البطل مكمل. دي من اوائل الحاجات اللي ما عجبتنيش في المسلسل، فكره التوقع. احداث كتير تقدر تتوقعها بالذات في اخر حلقتين، الحلقه الخامسه والحلقه السادسه. بس خلينا الاول نبدا بالمزايا وفي الاخر نتكلم عن شويه عيوب ونحرق فيها احداث برضو عشان اللي ما اتفرجش يبقى عارف. من افضل الحاجات اللي في الموسم ده هي الالعاب اللي بيلعبوها، دي من افضل الحاجات اللي بتميز مسلسل سكويد جيم. الموسم ده فيه 3 العاب. اللعبه الاولانيه استخبى بدل ما نضربك في الكاب، حاجه كده زي استغمايه. هم اتقسموا فريقين، فريق بيخش يستخبى والفريق التاني بيخش يدوروا عليه، اللي بيلاقوه بيخلصوا عليه. الحلقتين اللي اتعملوا فيهم اللعبه دي كان فيهم توتر عالي جدا لحد اخر لحظه، انت مش عارف مين اللي هيعيش ومين اللي هيموت، وطريقه التصوير بتاعها كمان كانت تزود التوتر لان المفروض ناس بتجري ورا ناس وناس بتستخبى. تصوير السريع والحركه كان مخليك متوتر جدا. اللعبه الثانيه لعبه نط الحبل قبل ما يخبطك الكابل، الناس بتتحرك من الحته دي للحته دي وفي حبل بيلف، تنط فوق الحبل بدل ما يخبطك فتقع وتموت. من وجهه نظري دي اعظم لعبه في الموسم ده، الحلقتين بتوعها كانوا اعظم حلقتين اللي هي الحلقه الثالثه والحلقه الرابعه. برضو التوتر كان موجود بس يمكن اللي زود التوتر قوي عنصر الطفله بيبي هتشارك معانا في اللعبه. انت عمال بقى مش عارف هو الطفله دي هتعدي ازاي، طب مين اللي هيساعدها، امها ولا البطل ولا في حد تالت؟ ده يخليك قاعد على اعصابك. وكمان التصوير بتاعها كان يخليك تتوتر، لقطات كامله المشهد عباره عن ان هم بينطوا فوق الحبل ومش عارفين يعدوا من الجسر ده. من الحاجات العظيمه في اللعبه دي ان هو جاب لك جانبين في الانسان، جانب ان هم بداوا يتسرعوا كلهم عايزين يخلصوا على بعض مش تيم وتيم، سواء بقى علشان عدد الناس اللي تبقى عايشه اقل فالمكسب يبقى اكتر او علشان يعرفوا يخرجوا على طول. في نفس الوقت وراني الجانب الانساني في البطل سونج في عز كل بشاعه بتاعت البشر دول، عنده ادميه ومهتم بالطفله وبيفكر ازاي ينقذها وكمان ينقذ امها. اللعبه الثالثه لعبه زق ووقعوا والاصحاب يتجمعوا. اخر لعبه اللي هي كانت في اخر حلقتين فكرتها في 3 اشكال، الرمز بتاع اللعبه المثلث والمربع والدايره متعلقين في الهواء، الابطال بيقفوا على شكل وعشان يعدوا من الشكل ده للشكل ده لازم واحد يموت، يختاروا ان هو يموت. ودي بقى اكتر لعبه في الموسم ده عندي فيها مشاكل، وهنا انا هبدا احرق احداث. في كده جروب اتجمعوا اتفقوا ان مين الثلاثه اللي هنخلص عليهم، البطل سونج والطفله لان دي طفله والثالث عبيط، فبديهي كل شكل اخلص على واحد بس، لو خلصنا على 2 احنا في شكل احنا كاصحاب هنضطر نضحي بواحد مننا. هو فجاه كل اللعيبه اللي انا شايفهم في الحلقات اللي فاتت ما بيفوتوش نمله غير لما بيفكروا فيها ودماغهم شغاله، فجاه ما بقوش بيفكروا. الوحيد اللي بيفكر سونج، يعني هم كانوا هيخلصوا عليه هو والطفله في اول مرحله وهو اللي فكرهم انتوا لو خلصتوا عليا انا والطفله انتوا هتوقعوا واحد منكم. وعندي بقى مشكله كبيره مع الواد اللي اكتشفنا ان هو ابو الطفله. اولا هو ليه قال ان هو ابو الطفله؟ كان من الجروب اللي عاملين ان هم اصحاب، لما هو يقول ان انا ابو الطفله معنى كده ان انت هتبقى عايز تنقذ الطفله فاحنا لازم نخلص عليك، انهم بيقول لهم خلصوا عليا. هتقول لي يمكن قال كده عشان بيحب الطفله او بيدافع عنها، طب ما هو نفسه في اخر شكل كان بيهدد سونج بيقول له لو قربت مني هرمي الطفله من هنا، مش خايف على بنته. وده اللي ماشي اكتر مع شخصيته في الحلقات اللي قبل كده، ما هو كان عارف ان الوليه حامل في البنت وعارف ان دي بنته وما كانش بيهتم بيها قوي، يعني له اخره يقول لها انا هحاول اساعد. ده غير ان هو برده فجاه ما بقاش بيفكر، يعني قبل ما يتنقل شكل الثالث باقي هو والطفله وسونج
سونج، كان عايز يمنع سونج من ان هو يوصل للشكل التالت. طب ما هو معنى كده ان انت كنت هتضحي بنفسك يا هتضحي ببنتك. حسيت شخصيته متلخبطه شويه. برضه مشكله تانية في اللعبه، انا متوقع النهايه اكيد 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 لا الطفله هتموت ولا البطل هيموت. اي نعم ده خلاني قاعد مشدود عايز اعرف مين الاتنين اللي هيموتوا بدلهم، بس انا من الاول عارف ان دول اللي هيوصلوا وهيكسبوا في الاخر. مع ذلك في مفاجاه كبيره جدا في النهايه. يعني انا كنت متخيل النهايه هتقفل عند ان اللي هياخد الفلوس هو برضه سونج وياخد الطفله، الراجل اللي عنده شويه انسانيه يربي الطفله بالفلوس فنطلع جيل ما عندوش البشاعه والجشع بتاع المتسابقين اللي قبل كده. لا هو نهايه مختلفه. سونج خلص على نفسه، فقد الامل، حس البشر هم ساب كل القرف ده، فدي حياه لا تستحق. رغم ان هنا برضه كان عندي استغراب لما وقع هو والواد ابو البت الشكل الثالث، ما كان ممكن يسيب نفسه طالما هو كده ناوي يموت؟ ايه اللي خلاه يطلع وبعد كده ينط؟ بس هقول ان دي معموله بشكل درامي علشان يطلع وبص على الشاشه اللي فيها اصحاب اللعبه تبقى حاجه دراميه. ده كان الخط الاساسي في القصه. الخطوط الجانبيه بقى، الخط بتاع البنت اللي شغاله في سكويد جيم بس متمرده وبتنقذ لاعب عشان يروح ينقذ بنته العيانه، ده كان فيه دراما كويسه. في بقى خط تاني بتاع الضابط اخو مدير اللعبه، ده كان مليان حشول. الست حلقات راكب المركب بيدور فين الجزيره اللي بيتلعب فيها لعبه الحبار عشان اوقفها، فيها مط كتير قوي. وحتى كمان لما وصل لاخر حلقه وهم بيفجروا الجزيره واللعبه انتهت، فده ايه لازمته الخط ده؟ وصل متاخر جدا، بيفكرني بطالب الثانويه العامه، هو طول السنه بيتمرقع ما يفتحش الكتاب، يفتحه امتى بقى؟ بعد ما يخش اللجنه ويعك فيطلع عشان يشوف اجوبتي صح ولا غلط. نخش في التمثيل. بصراحه كلهم ادائهم حلو جدا ومؤثر. هتلاقي واحده في النص مي عمر كده اللي هي جوزها جايبها، اعظم شخصيتين فتحي وخالتي ام فتحي، وعملوا مشهد درامي بجد ممكن يخليك تعيط ومش متوقع. شخصيه عم كركر مش انا بس، ده كل الناس ما كانتش طايقاه. صناع العمل لعبوا على الشخصيه دي بصياعه، يدخلوا لعبه ويحسسك انه خلاص هيموت وبعد كده يقول لك لا ده هيعيش، فانت تبقى عايز تتفرج عشان تشوف هو امتى هيخرج. شخصيه ليلى عبد اللطيف اللي هي بتتنبأ وعامله الشخصيه بشكل كويس وتخليك تكرهها وفي نفس الوقت تضحك عليها. في بقى شخصيه هي مش شخصيه رئيسيه بس كان عاجبني، صاحب الضابط. حسيت ان دمه خفيف، تاتش كوميدي خفيف، حتى لما دخل الاسم واتقبض عليه وبيسرق الموبايل وبيكلم الضابط رياكشناته بتضحك، وفي نفس الوقت عمل مشاهد دراميه تثبت لك ان هو ممثل محترم. المقنعين اصحاب اللعبه، رغم ان مش كلهم وشهم بان في المشاهد اللي كانوا بيتفرجوا على اللعبه بيقول لك انا راهن على ده وعشان عايزين نتسلى، ان انت مش شايف ملامح وشهم بس يفرسوك زي ما انا كده برضو بقناع قادر افرس مدام رانيا وهي مش عارفه انا مين. ودي عبقريه في الاداء. لا مش انا اللي عبقري في الاداء، هم عباقره في الاداء، انا عبط في الاداء. في حاجه بس ضايقتني في المسلسل وده بشكل شخصي، نفسي اسمعها كتير بس ما اشتغلتش كتير في الموسم ده. من مزايا الموسم ده انه يعتبر عائلي على عكس الموسم الاول مثلا، يمكن محطوط كلاس 18 بسبب المشاهد الدمويه والعنف اللي فيه. ودلوقتي وصلنا لتقييم المسلسل. انا قعدت اقول فيه عيوب وفيه غلطات، بس يبقى مسلسل سكويد جيم من افضل المسلسلات اللي نزلت السنه دي، ولذلك لو هنديله تقييم من 10 فانا هديله سي بي سا تشي. جمال مسلسل سكويد جيم وسبب نجاحه هو ان بيجمع بين عنصرين مهمين، التشويق والاثاره والمعنى العميق. مشدود عايز تعرف اللعبه هيحصل فيها ايه، وده مش في الدول العربيه، العالم كله مشدود ليه. وفي نفس الوقت هو بيتكلم عن معنى انساني، الانسان لما بيجري ورا الفلوس وبيتسعر عليها يفقد ادميته وبيعمل تصرفات غير اخلاقيه. دي رساله لصناع الدراما المصريه والعربيه، يقول لك لا اصل احنا هدفنا الانترتينمنت ومش لازم كلنا نتكلم عن مواضيع، انتوا حتى مش عارفين تعملوا الانترتينمنت ولا الاثاره. اخرهم عملوا جعفر عمده يقول لك وبيدور على ابنه فين وهو ابنه وراه. وده سبب كل ما بتعملوا حاجه وجزء تاني الجزء التاني ما بينجحش، لان مفيش عمق يربطني عاطفيا بالاحداث. لكن ده حصل في سكويد جيم. مش بس سكويد جيم، يعني مثلا قبلها برضو كان في مسلسل لا كازا دي بابيل كان مكسر الدنيا. اي نعم كان في مشاهد خالد يوسفيه بس كان في معاني انسانيه حلوه. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه، مين اكتر شخصيه في سكويد جيم كل المواسم صعب عليك لما مات؟ السؤال التاني، مين اكتر شخصيه على مدار كل المواسم ما كنتش طايقه وكنت عايزه يخرج من اللعبه؟ وبما اننا بنتكلم عن لعبه الحبار فلازم انا كمان العبكم لعبه في نهايه الحلقه. قولوا لي ايه معنى الجمله دي؟ لانجيلي لدي مدام لانيا. يلا قدامكم 5 دقايق تترجموها، اللي مش هيترجم هيتم اقصائه من القناه. استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده هترجع في القناه هتلاقي فيه تقييمات لافلام والمسلسلات، وده يعتبر اول مسلسل اجنبي نتكلم عنه في التقييمات. لكن في الملخصات هتلاقي ملخصات عربي ملخصات اجنبي، لو عندك وقت وباطه خش اتفرج. ولو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي اللي مش عاجبك، عندك اقتراح اكتبه لنا في الكومنتات. ونختم بالكلمه بتاعتنا غيره.